قلنا شيء انا وياك قبل ما نبدا في اللقاء. الموهبه حتطلع معناها ما تكون في اوروبا وفي اي مكان تفرض نفسها، والحمد لله معناها طارق الطيب حتى لو ما عادش في انجلترا لكن لعبت في مدربين في انجلترا يعرفوا طارق الطيب، دربوا ليبيا. هاني ردنا بيعرف طارق الطيب كويس. منتخبات لعب ضد منتخبات اوروبيه وقدمت مستويات، ولهذا الموهبه تفرض نفسها في اي مكان وفي اي زمان. فترة طارق الطيب في الهلال لا يمكن أن توصف إلا بالفترة الذهبية. إبداع بكل ما تحتمله الكلمة من معنى، جماهيرية كبيرة لطارق الطيب داخل المملكة وخارج المملكة. كيف يمكن أن تصف فترة طارق الطيب مع نادي الهلال السعودي؟ والله بصراحة 3 سنوات من أفضل معناها في مسيرة طارق الطيب. قدمت كل شيء معناها في كرة القدم. بصراحة جمهور الهلال جمهور كبير، ساندني بمساندة كبيرة. حتى معنا كإدارة وكجمهور معنا قدمت كل مستويات، ولهذا نعتبرها فترة ذهبية بصراحة، وحرزت مع الهلال 3 بطولات تبقى في الذاكرة إن شاء الله. موضوع انتقال طارق الطيب من الهلال إلى الشباب أثار جدلا كبيرا. هناك من لم يتقبل وضع خاصة من جمهور الهلال، وهناك من يرى بأن خروج طارق الطيب لن يؤثر في الهلال. كيف تقيم هذه الفترة، فترة الانتقال من الهلال إلى الشباب مرورا طبعا بالهلال الساحلي؟ والله طبعا هي تعرف أنت دائما أنا كلاعب محترف دائما أدور على الأفضل لي كلاعب، لهذا أعطيت الأولوية نادي الهلال، لكن ما كانتش فيه معناها واضحة الرغبة، معناها ما فيش رغبة في تجديد مع طارق الطيب. لهذا بصراحة أنا حبيت جمهور الهلال، حبيت نادي الهلال، لكن كلاعب محترف نشوف مصلحتي، ولهذا كانت عندي عروض معناها كانت معناها من نادي الشباب وكانت عروض حتى من قطر مع نادي الغرافة. لكن تعرف أنا بصراحة أسوأ صيف مر علي، لأن ما صيفت زي الناس، ما أخذت إجازتي. تعرف أنت انتقال لاعب وتسبب لك معناها تبدأ في ستريس وفي توتر. لهذا الحمد لله معناها بجهود المانجير والناس معناها المحامين اللي في وكلاء أعمالي قدم مستوى كبير. وبصراحة برنامج معناها هلال الساحل نشكر حتى رئيس نادي هلال الساحل سليمان الكير اللي كان معنا ساعدنا بصراحة ومساعدة كبيرة، ومشت الأمور ووقعت مع نادي الشباب اللي كان معنا عرض رسمي يبغى طارق الطيب، ولهذا كملت الأمور بكل سهولة. فترة الانتقال إلى السودان فترة أيضا كانت مثيرة للجدل. ألا تعتقد بأن ما حدث قد يؤثر على صورة أو سمعة طارق الطيب الانتقال إلى نادي دون أن تلعب حتى مباراة واحدة ودية؟ والله بالعكس، هي طبعا بصراحة هي كل واحد يفهمها حسب طريقته، لكن هي كان كلاعب وقعت في معناها الهلال الساحل أول مرة يوقعوا مع لاعب عنده اسم وليه معناها في أفريقيا وفي العرب. لهذا كان ممنون معناها رئيس نادي الهلال الساحل، وعلاقتي به الصراحة شخصيا وعلاقة يمشي العلاقات كرة قدم هي كلها علاقات، وعلاقته أنا بالمانجير حقي مشت الأمور عادية معناها أي لاعب يسواها في العالم، مش كان طارق الطيب بالضبط. لكن هم الناس تفاجئوا لأن طلعت من الهلال يقول طارق الطيب خلاص عنده عقوبة مش حياخذ نادي، حيبقى له شهر ديسمبر ما يلعب. لكن الحمد لله مشت الأمور بكل سهولة الحمد لله. جمهور الهلال انقسم على طارق الطيب أثناء وجود طارق الطيب في الهلال أو حتى بعد رحيل طارق الطيب. الجانب الإيجابي من يحب طارق الطيب يشيد بطارق الطيب، يريد بقاء طارق الطيب لسنوات طويلة حتى ربما الاعتزال. لكن الجانب الذي يرى سلبيات في طارق الطيب يقول مثلا طارق الطيب يمتع الجمهور لكن لا يفيد الفريق، طارق الطيب لا يساهم في الناحية الدفاعية للفريق. كيف ترى ما يقال حول طارق الطيب؟ والله طبعا لاعب كل ما تقبل الانتقاد وتقبل المدح، طبعا زي ما في ناس تشكرك وتمدحك في ناس تنتقدك، هذه طبعا ضريبة الشهرة. وبعدين وفي ناس نسميه من اعداء النجاح. بالنسبة لطارق الطيب انا كصانع العاب ما قدمت كل ما عندي معنا 3 سنوات الهلال. كم طارق الطيب صنع هدف بالارقام وبالحسابات كلها عندي هذه، وكم هدف سجلت الحمد لله، اهداف حاسمة في وتمريرات حاسمة في 3 مواسم و3 بطولات، مش شيء القليل معناها. ما في لاعبين كثير جو لعبوا في السعوديه ولعبوا في انديه كثير وما حرزوا الالقاب. وبالنسبه لطارق الطيب مثلا يمتع في الجمهور، انا العب لصالح الفريق. لطارق الطيب 3 سنوات معناها ما سويت خطا سجلوا به الفريق المنافس هدف نادي الهلال. معناها هذا ستايل طارق الطيب وانا ما غير لعبي، هذا ستايل لعبي والناس حبوني كذا، ولهذا بستمر في لعبي هذا. لو غير لعب ما يحبوني الناس، ولهذا زي ما قلت لك معناها في ناس تحب طارق الطيب وفي ناس تكره، بالعكس هذا يزيدني اكثر ونزيد نلعب اكثر ونقدم مستويات افضل. 14 هدف تقريبا في 55 مباراة، رقم ممتاز بالنسبة لي لاعب وسط. بالنسبة لي انا رقم ممتاز، انا لي فترة طويلة موسم 2007 2008 سجلت 12 هدف في جميع المسابقات، رقم قياسي لطارق الطيب. السنة الأولى سجلت 6 أو 7 أهداف، الموسم الأخير بحكم انا ايقاف الفيفا واصابتي
خلتني معنا سجلت هدفين وصلحت 8 أهداف، يعتبر معنا رقم كويس، تحسب معنا في إحصائيات اللاعب يعتبر رقم كويس. هناك من يرى بأن عدم تجديد إدارة الهلال الحالية لعقد طارق التايب هو بسبب أن طارق التايب محسوب على الإدارة السابقة، هل تؤيد هذا الكلام؟ والله طبعا في اشياء، احنا طبعا المشكله في الكره العربيه دائما تكون انت محسوب على اشخاص، بالعكس انا احب اشتغل مع اي شخص انا يحترم طارق التايب، يقدر طارق التايب ويعرف قيمه طارق التايب. لهذا انا كلمني مع الرئيس السابق محمد بن فيصل، انا مشيت الامور وقعت مع نادي وما كلموني، كلموا المانجير حقي ووقعت معهم، وكان في الاداره طارق التواجري وهو عادل البطيء، وعلاقتي بهم طيبه جدا فهمت. وحتى الاداره السابقه علاقتي بها طيبه جدا، لكن كل اداره وتفكيرها، طبعا لازم طارق التايب يكون محسوب، لكل نجاح ينسب طارق التايب محسوب على الاداره السابقه، وهذا كل ما في الامر. الضربه الحره لمصلحه